يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تأهل الفريق لدور الثمانية في كأس مصر بعد الفوز على فاركو ب3 أهداف مقابل هدف ليواجه نادي الزمالك المقاولون العرب في دور الثمانية لكأس مصر. وسيلتقي نادي الزمالك مع فريق غزل المحلة ضمن منافسات الجولة ال32 لبطولة الدوري العام المصري يوم الثلاثاء القادم 27 يونيو في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل نادي الزمالك المباراة القادمة محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 53 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة بينما يتواجد فريق غزل المحلة في المركز ال16 برصيد 32 نقطة. وانتهت مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بفوز غزل المحلة ب2 مقابل هدف. وكانت آخر مباراة خاضها نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري في الجولة ال30 وانتهت بفوز الزمالك ب2 مقابل هدف. ويتبقى لنادي الزمالك بعد خوضه مباراة غزل المحلة 3 مباريات في بطولة الدوري المصري، حيث سيواجه الزمالك كلا من النادي الأهلي في مباراة مؤجلة وفيوتشر وفاركو. وتأكد غياب حسام عبد المجيد مدافع الفريق عن مباراة الزمالك وغزل المحلة القادمة بسبب تراكم الإنذارات. ويسعى نادي الزمالك للفوز في ال3 مباريات القادمة لتقليل فارق النقاط بين منافسيه بعد فقدان الفرصة في الحصول على المركز الثاني.